عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى صباح عليكم يا احلى متابعين. النهارده بقى فيديو حلو قوي قوي مختلف. عبد الرحمن بيقول لكم باي باي. فعبد الرحمن النهارده بقى هيعمل لمامته ايه؟ واحد قهوة مظبوط. شوفوا بقى عبد الرحمن وشطارته. هو مش كبير، انتوا عارفين عبد الرحمن قد ايه اللي متابعيني. مش كبير، هو في جونيور 4 داخل جونيور 5، يعني داخل سنة 5. فطبعا بدأت ايه اخليه يدخل المطبخ كده ويعمل حاجات صغيرة. بصوا بقى بيعمل القهوة بجد والله العظيم بجد تحفة جميلة جدا وهو صغير. وبقول لكم عودوا ولادكم يخشوا المطبخ. ايه المشكلة ما ولد يدخل المطبخ يعمل حاجات بسيطة، شاي قهوة نسكافيه، مش هيجرى حاجة. والبنات من بدري بدري برضو تتعلم كل حاجة. طبعا صوتي متغير عشان لسه صاحية حالا، ولازم كوباية القهوة دي ايه اول حاجة بشربها. يلا يا عبد الرحمن هنعمل ايه يا عبد الرحمن؟ اول حاجه هنحط الميه. ما تحطش بقى كتير عشان تعرف تحط البن والسكر. شاطر كده تمام. ماشي. بس احنا بعديها القهوه. بس هقول لك حاجه، هقول لك كومنت كده، مش مشكله، انت كده بتعملها جميله يعني. بس كنت حطيت الاول البن وبعديها السكر. اهم حاجه الطعم، صح يا عبد الرحمن؟ يلا هنحط معلقه بن. المعلقه كبيره على الكنكه ولا ايه؟ معلقه أيوة. نص بن. ايوه شاطر بجد بيعملها تحفه. وادي السكر. هتحط سكر قد ايه بقى؟ معلقه وطرطوفه كده. ايوه ماشي، عشان انا بحب، هي المفروض مظبوطه معلقه، بس انا ايه بحبها يعني حبه صغيره كده كمان. ماشي يا عبد الرحمن. ونقعد نقلب. شطور شطور. ممكن تحط في حبه ماء في الفنجان، حطهم لو في حبه حطهم. فيش؟ طب خلاص حلو قوي. هولع لك انا البوتاجاز. ماشي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جيت انا ولعت لعبد الرحمن طبعا البوتاجاز، هو اشعال بس هو ايه، انا بخاف هو بيولعه يبوظ لي حاجه الصراحه. القهوه بتبقى حلوه بس لو على نار هاديه. هتوطي النار. مش شطور، برافو عليك شاطر. هو بقى هيسيبها كده، هتسيبها لحد ما ايه تبتدي ايه لغايه بس ما تبدا تبقى عاليه شويه، بعدين نحطها في الفنجان. ماشي شاطر. طبعا عايزه اقول لكم اهي ادي الكنكه القمر بتاعتي الصغيره الجميله دي اللي بحبها. وطبعا انا بشرب القهوه عموما في كوبايه، يعني مش شرط اشرب في فنجان خالص خالص يعني. بس هو عبد الرحمن بقى قال لي ماما ايه، ماما نحط في فنجان مش عارفه ايه. قلت له لا عادي على فكره، القهوه حطها في كوبايه. قال لي لا 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 حط في فنجان. هو مصمم يحط في فنجان. فين الفنجان انت هتحط لي فيه؟ ده مش باين في الكاميرا. ايوه هو ده. ماشي انا موافقه. مع ان الكوبايه عبد الرحمن كان هيبين وش القهوه، هتبان وش القهوه بقى من الجنب كده. يعني نعملها في كوبايه. تيجي نعملها في كوبايه. مش خلاص نعملها في كوبايه. طلع كوبايه صغيره. ماشي. ممكن دي، انا بحب دي اصلا، الكوبايه المربعه دي صح. انا من رايي في كوبايه عشان يبان الوش بتاعها. طبعا عشان هما يعرفوا قد ايه عبد الرحمن شاطر ويتابعوه ويديله احلى لايك واحلى كومنت. وفي بقى ناس ما اشتركتش في القناه بقى تشترك، عشان خاطر حتى لو مش عشان خاطر اسماء، عشان خاطر عبد الرحمن الشيف عبد الرحمن. عايزه احط لكم كمان في الوصف كان في فيديو عبد الرحمن عامل بيض بالطماطم بجد تحفه جدا جدا. هحط لكم اللينك بتاعه وابقوا شوفوه برده وشجعوا. عبد الرحمن بيحب التشجيع. يعني عندي الحمد لله ربنا كرمني ببنات وصبيان وكل حاجه، وده اصغر واحد بقى. ايه ده حبيبي الدلوع ده، انا ايه بيضحك. حابه ان انا ايه برضو اعلمه، مش عشان هو صغير بقى اسيبه يتدلع على اخواته البنات وعلى كده، لا عنديش الكلام ده. ميري، انا ميري شويه. ايه يا عبد الرحمن في ماما في ماما كويسه جدا. انت بتسمع يا ابني؟ ده انا متهيألي ممكن اعمل معاك فيديو ماشي وتقول الحاجات اللي بتغيظك من ماما. ايه رايك؟ ماشي.
لو عايزين يا جماعه اكتبوا لي في كومنت ان انا ممكن اعمل انا وهو زي لقاء، ويقول مثلا ايه اللي بيضايقه في ماما، وتتكلم بصراحه ولا هتخاف. انا هتكلم بصراحة. صح، هو ما بيخافش لسبب ان هو مش بيتدرب اصلا، فهيخاف ليه؟ ده واحد ما بيخافش. هتبدأ بالفول دلوقتي. هتفور هتبدأ. فين؟ وريني. على النار شوية. هي بدأت تستوي. عبد الرحمن بقى بيحب يعمل ايه؟ يمسك كل شويه المعلقه يروح مقلبها شويه، يقول لي ماما عشان ايه؟ عشان يعني تستوي. يقول لي علشان خاطر الوش ينزل تحت وتبقى كلها ايه. شفتوا المعلقه؟ لا فظيع بجد، توقع معالق ايه بطريقه كده احترافيه. انت بس خلي بالك على ايدك. شاطر شاطر والله. بصوا طب الوش بتاعها بدأ اهو، بصوا شايفين انتوا شكل القهوه من فوق. انا عايزه اقول لكم ان انا بطول معاكم عشان عبد الرحمن ايه؟ ايد سخنة. ايد سخنه. اجيب لك حاجه تمسك بيها اهي. بدأت ايه، انا جبت له حاجه يمسك بيها، لان هنا الجوانتي الماسك اللي بيمسك ده بالنسبه له كبير جدا واسع على ايده، ممكن يقلب القهوه. جبت له حاجه صغيره، حته قماشه صغيره. انتي ما تسيبيش عيلك هو بيعمل حاجه وانتي مش واقفه جنبه، لازم تكوني واقفه جنبه. حتى لو هو شاطر عمل لك الحاجه مره واتنين، برضو لازم تكوني واقفه جنبه، بحيث ان انتي برضو ايه بعد الشر يعني ايه يعني عشان ما يحصلش كوارث يعني. اهي يا عبد الرحمن بصوا الجمال. يا سلام. بصوا بقى بيعمل حركه ايه مش اي حد بيعملها. بص هو عمل ايه بقى، خدتوا بالكم؟ هو حط جزء من القهوه الحبه اللي فوق، وبعد كده حط الباقيه دي بتطلع بسرعه بقى يا عبد الرحمن. اهي هي بقى ايه سوالي بقيتها بجد بتطلع حلوه قوي. شفتوا الحلاوه؟ لسه بقول له بتطلع بسرعه قوي. طب بصوا جميله جدا. طبعا بغض النظر عن البوتاجاز اللي باظ، طبعا عبد الرحمن هيتعلق. ماشي بصوا شكلها. طب والنبي مش كتر خيره، ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، شاطر يا حبيبي. هفتح لك قهوه حبيبي. افتح لك قهوه. ماشي. يلا هتقول لهم ايه بقى؟ متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتشيروا الفيديو. ايوه انا بنسى كلمه تشيروا الفيديو دي. وكل واحد متابعنا يقول لنا من دوله ايه او من بلد ايه، وطبعا كلكم طبعا على راسي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد مع قناه يوميات اسماء عادل.